كالعاده هواوي مش عايزاك تبص بعيد، مش عايزاك تقارن بين اي موبايل ليها واي موبايل لاي شركه تانية. هواوي لسه منزله الواي 7 2019 وكنا عملنا عنه الحلقه اللي فاتت الانبوكسنج، فتحناه مع بعض واتكلمنا شويه عن المواصفات بتاعته، وانا شغال حاليا على المراجعه بتاعته. هواوي بقى تسيبك تقارن بين الواي 7 وبين اي موبايل في اي شركه تانية، تديك الفرصه انك تعمل كده؟ لا طبعا. تلحقك بسرعه بالاونر 8C نفس الواي 7 تقريبا، مختلف عنه في 3 حاجات بس، وارخص منه ب 200 جنيه علشان يكون الاونر 8C هو المنافس الوحيد لهواوي واي 7 2019. ده المنافس الوحيد لنا في السوق. المنافس. بالتالي اصبحت فئه من 2500 جنيه ل 3000 جنيه، واللي بينتمي لها معظم مستخدمي الموبايل بالذات في مصر مالهمش كلام غير على الواي 7 وعلى ال 8C. اجيب واي 7 ولا اجيب 8C؟ بالتالي نجحت هواوي ان هي تحطك في اختيار ما بين موبايل هواوي وموبايل تاني هواوي برضه. احنا معانا النهارده الاونر 8C، تعالوا نفتح العلبه مع بعض ونشوف ايه حكايته. يلا بينا، تعالوا نفتح العلبه مع بعض ونشوف محتوياتها ايه. شكل العلبه بيفكرني بالاونر 10 لايت. طبعا مكتوب هنا برضو ان الموبايل 3 جيجا رام و32 جيجا بايت ذاكره داخليه، نفس الامكانيات بتاعه الهواوي واي 7. اللون اللي معانا النهارده هو اللون الازرق، احنا كنا جايبين في الهواوي واي 7 اللون الاسود. تعالوا نفتح العلبه مع بعض. بسم الله. طبعا الضمان بتاع شركه اونر، بسم الله. وده الموبايل نفسه اللون الازرق. تعالوا نشوف محتويات العلبه الاول وبعدين نتكلم عن الموبايل. دي طبعا اليوزر جايد، وجاي معاه كفر سيليكون شفاف، كفر سيليكون شفاف عادي زي معظم موبايلات او كل تقريبا موبايلات هواوي واونر. ده دبوس الشرايح، الدبوس بتاع درج الشرايح. جاي معاه شاحن، وصلة الشحن او كابل اليو اس بي، وجاي معاه هاند فري، نفس محتويات الواي 7 بالظبط. تعالوا بقى نركن كل ده ونشوف الموبايل مع بعض. بسم الله. اللون الازرق لون جميل بصراحه، او لايق مع شكل الموبايل نفسه. طب اول حاجه انا بلاحظها ان هنا السكرينه او لزقه الحمايه بتاعه الموبايل ملزوقه على الموبايل. في الواي 7 ما كانتش ملزوقه، كانت جايه جوه العلبه بس جايه لوحدها بره، انت اللي بتلزقها. شكل الموبايل كويس جدا ووزنه خفيف، حاسه يعني اقل سمك من الهواوي واي 7. انا ده اللي انا حاسس بيه، معرفش دي حقيقه ولا لا. لما نقارن بينهم ان شاء الله هنشوف مين فيهم اقل سمك. حاسس ان وزنه اقل من وزن الواي 7. الظهر جميل بصراحه، الكاميرتين محطوطين في نفس المكان في معظم موبايلات اونر. في الواي 7 كانوا محطوطين جوه فريم كده محطوط فيه الكاميرتين وتحتيهم الفلاش، هنا الفريم ده مش موجود، موجود الكاميرتين على طول. طبعا الكاميرتين الخلفيتين واحده 13 واحده 2 ميجا بكسل، بتساعدها على الديبث اوف فيلد او العزل او الخاصيه بتاعه البورتريه، نفس المواصفات بتاعه الواي 7 بالنسبه للكاميرات الخلفيه. لكن هنا الكاميرا الاماميه بتبقى 8 ميجا بكسل، في الواي 7 كانت 16 ميجا بكسل، نفس مكان البصمه بتاع الواي 7 هو. بالنسبه لجسم الموبايل بيجي على اليمين هنا الزرار بتاع الانلوك بتاع الشاشه اللي بتفتح بيه الشاشه، وفوق الزرار بتاع الفوليوم اللي بيعلي ويوطي. من فوق في مكان مدخل السماعه 3.5 مللي، وجنبيها المايك بتاع النويز او الضوضاء. وعلى الشمال هتلاقي درج الشرايح، نفس المكان تقريبا في الواي 7. ومن تحت هتلاقي مدخل الشحن، مدخل مايكرو يو اس بي طبعا زي الواي 7 برضو، وهتلاقي المايك بتاع المكالمات، وهتلاقي السبيكر او السماعه الخارجيه. فتقريبا نفس الفريم بتاع الواي 7، نفس الحاجات في نفس الاماكن في الواي 7. كشكل موبايل معرفش انا مرتاح له اكتر من الواي 7 كشكل، يعني حاسس ان هو سيمبل اكتر وسمارت اكتر في نفس الوقت. معرفش هل ده احساسي صح ولا غلط. تعالوا نفتحه مع بعض. بسم الله. الموبايل فتح زي ما احنا شايفين. معرفش انا عن نفسي يعني انا برتاح للانترفيس بتاع او الواجهه بتاعه موبايلات اونر عن موبايلات هواوي، شكلها شيك في عينيا اكتر من موبايلات هواوي. فبالنسبه للانترفيس، الانترفيس ممتاز. اول ما تفتح الشاشه بيبقى بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. طبعا مفيش حواف تقريبا، الحافه اللي تحت هي تقريبا نفس مقاسات الحواف، يعني البيزل اللي تحت نفس المقاس في الواي 7 والحواف نفس المقاس في الواي 7 برضو. الاختلاف الوحيد في الواجهه هو النوتش، ودي ميزه مدينها للواي 7 عن الاونر 8C. النوتش في الواي 7 صغيره جدا زي ما شفنا الحلقه اللي فاتت، وهي ووتر دروب نوتش او النوتش اللي هي عباره عن نقطه بس فيها الكاميرا بتاعه السيلفي. لكن هنا نوتش ال 8C هي النوتش القديمه بتاعه 2018، هنا النوتش فيها الكاميرا الاماميه
وفيها سماعه المكالمات، وفيها السنسور بتاع الانلوك. طبعا الموبايل بيجي بنفس امكانيات الواي 7 في كل حاجه. البطاريه 4000 ملي امبير، نفس حجم الشاشه تقريبا 6.3 او 6.2 انش، نفس الريزوليوشن بتاع الشاشه اتش دي بلس، يعني نفس الشكل والحجم والوزن والمواصفات تقريبا. الاختلاف في 3 حاجات: الكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل، في الواي 7 كانت 16 ميجا بكسل. البروسيسور هنا سناب دراجون تقريبا 630 او 632، يعني هنشوف المواصفات ان شاء الله في حلقه المراجعه. لكن كان في الواي 7 سناب دراجون 450، فبالتالي المعالج هنا افضل حاجه بسيطه. والنوتش زي ما قلنا، النوتش في الواي 7 صغيره جدا، اللي هي الووتر دروب نوتش او النوتش بتاعه 2019، لكن النوتش في ال 8 سي او الاونر 8 سي زي ما احنا شايفين النوتش العريضه. طبعا فرق السعر زي ما قلنا 200 جنيه لصالح الاونر 8 سي. الواي 7 بيعمل 3000 جنيه، الاونر 8 سي بيعمل 2800 جنيه. ودي كانت محتويات موبايل اونر 8 سي. ان شاء الله انا شغال دلوقتي على مراجعه الواي 7 وهراجع في نفس الوقت الاونر 8 سي. الحلقه الجايه ان شاء الله يا اما تبقى مراجعه كامله للواي 7 لو لقيت ان هو يستاهل كلام كتير ويستاهل حلقه لوحده، يا اما هتبقى مقارنه بين الواي 7 وبين ال 8 سي للي عايز يقارن بينهم او اللي محتار ما بينهم وعايز ياخد قرار يشتري انهي. فان شاء الله الحلقه الجايه مهمه جدا بالنسبه للي بيتابع الموبايلين دول، استنوها. لو عجبك الفيديو في تحت الفيديو لايك، بس دوس على اللايك عشان بيفرق في تفاعل الفيديو. ولو انت مش مشترك في القناه دوس سبسكرايب او اضغط على اللوجو اللي هيظهر جنبي دلوقتي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.